بتبدأ أحداث مسلسلنا مع لوسي وبيكون في حد بيتكلم معاها وبيقول لها إن اندجافه اللي هو وهم سبق الرؤية، ودي حاجة بتخلي الإنسان يحس إنه عاش الموقف اللي بيشوفه ده قبل كده، وإن الموقف ده عدى على ذاكرته قبل كده. وبيقول لها إنه عارف إنها بتصحى كل ليلة بسبب كابوس مزعج، وبتكون لوسي بتحلم بكابوس وبتصحى وبتكون الساعة 3:30 الصبح، فبتروح تشرب حاجة وبتلاقي إيزك ابنها واقف قدامها فجأة، فبتخاف وبعدين بتوصله لأوضته. وبتروح هي وإيزك لدكتورة نفسية وبتقول لها على مشكلة إيزك، فبتسألها عن سلوكه، فبتقول لها إنه ما عندوش أي مشاعر، يعني ما بيضحكش ولا بيغضب ولا بيفرح ولا بيزعل. وبتكون الدكتورة شاكة إنه مصاب بالفصام، وبتسأل لوسي عن مامتها لو مصابة بالفصام، فبتقول لها ان الدكاترة استبعدوا الإصابة بالفصام وبتروح شغلها. وبتكون شغالة في خدمات رعاية الأطفال، وبتكون في جلسة هي وزميلها روب مع شين زوج موكلة عندها، وبتقوله ان في تقارير حوادث اعتداء عنيفة عنه، وان كلوي زوجته قالت انه اعتدى عليها وهدد سلامة بنته. وبتشوف رؤية البنت ميتة وبتحذره انه ما ينفعش يروح عند بيت زوجته او يهددهم والا هيتحبس. وبيكون المحقق ديلوين شغال على قضية قتل هو وصديقه نيك، وبيكون القتيل اسمه هارلود سليد، وبيدخلوا بيته علشان يفحصوا مكان الجريمة. وبتشوف لوسي كابوس وبتصحى في نفس الوقت الساعة 3:30 الصبح، وبتوصل إيزك المدرسة وبتروح لمامتها، وبتكون مامتها بيتهيأ لها حاجات مش موجودة ومش ظاهرة لباقي الناس، فبتقول لها لوسي إن مفيش حاجة وبتهديها. وبيكون ديلوين ونيك بيحققوا في قضية القتل، وبيسألوا جار القتيل لو شاف حاجة غريبة، فبيقول لهم إنه شاف عربية غريبة وبيقول لهم على مواصفاتها. وبتشوف لوسي كابوس لواحدة بتنتحر، وبتصحى في نفس التوقيت بتاع كل يوم، وبتلاقي إيزك فجأة واقف قدامها، فبتوصله لسريره وبتزعقله وبتقوله ينام. وبتروح المطبخ بتلاقي ورقة على التلاجة البنت اسمها ميريديث، وإيزك كان اللي راسمها وبيتهيأ لها انها شافت صور تانية. وبتروح تصالح إيزك، فبيقول لها انه شايف راجل في البيت، فبتقوله ان مفيش حد وانه هيبقى كويس. وبتروح لكلوي وبتسألها لو شين بيضايقها، فبتقول لها انه كان موجود الصبح بس هي ما دخلتهوش. وبتدي تيلي بنت كلوي دبدوب للوسي، فبتفتكر كابوس كانت شافت فيه ان شين قتلهم، وبتطلب من كلوي ما تدخلهوش البيت مهما حصل، وتتصل بالشرطة لو جه، وبتديلها رقمها تكلمها في أي وقت وبتمشي. وبيكون ديلوين ونيك بيحققوا في القضية، فبيكتشف ديلوين ان نفس العربية اللي كانت موجودة وقت قتل هارولد سليد كانت موجودة في خطف طفل اسمه تايلور، فبيفكر ديلوين ان في رابط بين الجريمتين. وبتكون لوسي وإيزك عند الدكتورة، وبتسألها الدكتورة لو إيزك بيعاني من الأرق، فبتقول لها انه بقى بيصحى كتير عن قبل كده. وبتقول لها انها بتصحى كل يوم الساعة 3:30 الصبح، وانها بحثت كتير لقت ان الوقت ده بيسموه بساعة الشيطان. ولوسي بتسألها ان ممكن تكون دي حاجة وراثية لإيزك، فبتسألها الدكتورة لو بتعاني من أي هلوسة أو تقلبات مزاجية، فبتقول لها إنها بتعاني من نوبات وهم سبق الرؤية، وهي إنها بتشوف ذكريات وأحداث قبل وقوعها في الحقيقة. وبتكون مروحة هي وإيزك وبتكلمه، وفجأة بتظهر بنت قدام العربية، وبتكون هتخبطها، وبتروح تقول لأبوها إن ما ينفعش كده، فبيعتذر لها وبيطلب من البنت تعتذر. وبتكتشف إن اسمها ميريديث، وإن إيزك بيتكلم مع بنت خيالية اسمها ميريديث. وبتكون بتحلم إن مامتها بتحاول تقتل نفسها، لكن السلاح بيكون فيه مشكلة ومش بيضرب، فلوسي بتنادي عليها فبتخبي السلاح، وبتلاقي زرار جاكيت، فبتقول لها لوسي إنها مش عارفة تنام بسبب الأحلام المزعجة، فبتقول لها ما تخافش وبتحضنها. وبيلاقي ديلوين ونيك العربية اللي بيدوروا عليها، وبيبدأوا يدوروا في المكان عن المجرم. وبيروح مايك جوز لوسي يطمن عليها لأنهم بيكونوا منفصلين، وبيجيلها تليفون، وبتكون كلوي وبتقول لها ان شين بيخبط على الباب بعنف وانها مش راضية تفتح له، فبتقول لها لوسي تطلب الشرطة وبتقفل. وبتفتكر الحلم اللي شافته، فبتطلب من مايك يفضل مع إيزك علشان هتروح لكلوي. وبيروح ديلوين ونيك للفندق اللي القاتل قاعد فيه، فالست اللي هناك بتقول لهم انه في المكان بقاله 9 سنين وبتوصف لهم شكله، وبيطلبوا يشوفوا المكان اللي هو قاعد فيه، ففي الأول بترفض لكن نيك بيقدر يقنعها. وبيدخلوا وديلوين بيلاقي صورة البيت مكتوب عليه عنوان وتاريخ اليوم، فبيعرف ديلوين ان هيتقتل حد في البيت ده النهاردة. وبيكون العنوان ده بيت كلوي، وبتوصل لوسي وبيكون الشرطة هناك، وبتفتكر الحلم، فبتفتكر ان كلوي وبنتها ماتوا. ونيك وديلون بيلاقوا اسم لوسي عند القاتل، فبيعرفوا ان دي وجهته الجاية. وبنعرف ان كلوي لما فتحت الباب لشين لقيته مقتول،
ولوسي بتفرح لما بتلاقيها هي وتيلي بخير، وبيقول إيزيك للوسي إنه شاف راجل في الحديقة، فبتروح لكن مش بتلاقي حد، وبتقوله إن مش كل حاجة بيشوفها بتكون حقيقية، وبتقوله يدخل جوه، وبتلاقي الباب بيتخبط فجأة فبتقفله وبتدخل، وبتاخد إيزيك لمحل الألعاب وبتقوله يشتري أي حاجة هو عاوزها، وبتروح البيت وبتفتح له اللعبة لكن مش بيلعب بيها فبتحطها في الدرج، وبنعرف إنه عنده ألعاب كتير من نفس نوع اللعبة دي. وبيكون إيزيك بيتكلم مع شخص في خياله فلوسي بتخاف، وبيكون ديلوين ونيك بيدوروا على أي حد اسمه لوسي تشامبرز علشان يحذروها من القاتل، وبيسألوا أول واحدة لو تعرف حد من المقتولين فبتقول لهم لأ، وبيحذروها وبيسيبوا عربية شرطة تحرسها. وبتروح لوسي للدكتورة بيانت وبتقول لها إنه كل مرة بيشتري نفس اللعبة وإنها ما تعرفش سبب ده، فبتسأله دكتورة بيانت شوية أسئلة علشان تطمن عليه. وبيروح ديلوين ونيك لواحدة تانية اسمها لوسي تشامبرز وبيعرف منها إن عربية القاتل كانت بتقف عند بيتها بس من 3 سنين، فبيشكرها وبيمشي. ونيك بيسأله ليه ما حذرهاش، فبيقوله إن مش هي لأن القاتل فضل يراقبها مدة كبيرة وبعدين سابها، وده لأنها مش هي. وبتكون لوسي وإيزيك بيتعشوا وبتسأله عمل إيه في المدرسة فبيحكي لها، وبتسأله عن ميريديث وأهلها جيرانهم فبيقول لها إنهم معاهم في البيت برضه، فبتستغرب وبتكون مفكرة إن دي شخصيات خيالية هو اللي مكونها في دماغه. وبيكون ديلوين بيدور في الأدلة اللي كانت عند القاتل، وبيكون القاتل راسم لوسي. وبتكون لوسي بتقرأ قصة لإيزيك فبتلاقيه بيتكلم مع حد وبيقول لها إن في حد معاهم في الأوضة، فبتخاف وبعدين بتقول له إنهم لوحدهم ومفيش حد معاهم، وبتقول له ينام. وبتخرج وبتسمعه بيتكلم مع حد، وبتحلم ببنتين مقتولين ومرميين في البحر، وبتصحى. وتاني يوم بتروح تزور جيرانها الجداد مامة ميريديث فبتعزمها على شاي، وبتدخل وبتعرف منها إن البيت اللي هي قاعدة فيه كان المفروض يبقى بيتهم، وبتشوف رؤية إن وشها فيه علامة حرق، وبتعتذر لها إنها أخدت البيت مكانها. وبيجي لها مكالمة فبتستأذن منها، وبتشوف صورة مرسومة زي اللي إيزيك رسمها على التلاجة، وبتدخل أوضة ميريديث فبتلاقي فيها لعبة شبه اللعبة اللي بيجيبها إيزيك. وبيكون إيزيك في المدرسة وزمايله بيتنمروا عليه وأي حاجة بيطلبوها منه بيعملها، فبيطلبوا منه يضرب نفسه فبيفضل يضرب نفسه. وبتروح لوسي للمدرسة وبتقول لها المديرة على اللي حصل، وإنهم هيتأكدوا لو زمايله هم اللي كانوا عملوا كده هيترفدوا. ولوسي بتقول لهم إنهم لو مش هيعرفوا يهتموا بابنها هتنقلوا المكان تاني. وبيوصل ديلون ونيك لمكان شغل لوسي وبيشوف صورتها وبيعرفها من الرسومات اللي لقوها وبيطلب رقمها. وبتكون لوسي وصلت البيت وبيكون ديلون بيرن عليها لكن موبايلها بيكون في العربية، وبيكون حد أخد المفتاح وكسر الباب، وبتكون خايفة وبتدخل بتلاقي مايك بيقول لها إنه قلق عليهم علشان كده كسر الباب، وبيقول لها إنه عاوز يتكلم معاها، فبتقول لإيزيك يطلع أوضته، وبيقول لها إنه عاوز يرجع لها وإنهم بيحبوا بعض ولازم يرجعوا، وإنه هيحاول يحب إيزيك. فبتقوله إنها عاوزاه في حياة إيزيك يخرج معاه ويكون أب حقيقي، فبيقول لها إن إيزيك ما عندوش مشاعر وإنه غريب الأطوار، فبتقوله إنهم كده مش هينفع يرجعوا لبعض، وبيمشي مايك. فبتخرج وراه لوسي وبتسأله عن المفتاح اللي بتحطه تحت السجادة، فبيقول لها إنه ما يعرفش وإنه كسر الباب علشان يدخل، فبتقلق وبتروح علشان تطمن على إيزيك. وبيقول روب زميل لوسي لديلون إنها راحت لإيزيك ابنها المدرسة، فبياخد ديلون العنوان منه وبيقول لنيك إن القاتل هدفه إيزيك مش لوسي. وبنعرف إن جيران لوسي اللي هم أهل ميريديث كانوا نقلوا للبيت اللي هي فيه قبلها وبدأوا يظبطوا البيت، لكن لوسي في الآخر هي اللي اشترت البيت. وبتدور لوسي على إيزيك في البيت لكن مش بتلاقيه، وبيوصل ديلون ونيك وبيكونوا بيفحصوا أوضة إيزيك، وبيطلب منها ديلون إنهم يتكلموا شوية، وبيقول لها إنها كانت تعرف حد من ضحايا القاتل وبيوريها صورة شين وبعدين صورة هارلود سيليد، فبتفتكر الحلم اللي شافته وإن ليه علاقة بهارلود سيليد، وبيوريها الكلام اللي القاتل كاتبه عن إيزيك، وبتلاقيه راسم ساعة إيزيك، فبتدور عليها في أوضته فمش بتلاقيها، وبتقول إنه مش بيلبسها لإنها بايظة، وبتستغرب ليه القاتل أخد ساعته. وبتكون سيلفيا والدة لوسي بتتكلم مع أشخاص خياليين زي إيزيك، وبتتوقع نتيجة مسابقة على التلفزيون وهو مش شغال، ولما إيلين بتفتح الممرضة اللي معاها التلفزيون بتلاقي توقعها صح فبتخاف. وبتفتكر لوسي الحلم اللي شافته وبتشوف رؤية لرقم خزنة، وبتروح لوسي للدكتورة بيانت وبتقول لها إنها مش عارفة تفكر وإنها حاسة إنها تعرف هارلود سيليد ولازم تقول للمحققين، فبتقول لها الدكتورة إن ده مجرد إحساس وممكن يكون غلط، وبتطلب منها إنها تستريح وتحاول تنام. وبتكون في أوضة إيزيك وبتسمع صوت فبتروح تشوف فيه إيه، وبتشوف راجل فبتخاف وبتنزل وبترفع السلم، لكن فجأة بتلاقي السلم نزل لوحده فبتخاف وتدخل أوضتها.
أوضتها. وبتصحى سيلفيا فجأة وبتروح تاخد زرار جاكيت وتخرج من البيت، وبتحاول لوسي تنام لكن بتشوف ميريديث فجأة قدامها وبتختفي، فبتخرج من البيت وبتكلم ديلون وبتسأله لو في كمان كمانجا في بيت هارلود سليد. وبتروح تاني يوم لبيت هارلود وبتقابل زوجته وبتقول لها انه كان بيدرب ابنها في نادي التجديف وبتستأذنها تروح الحمام. وبتلاقي كمان فعلا في بيته زي ما شافت في الرؤية، وبتدخل الأوضة اللي اتقتل فيها وبتدور عند الكتب لأنها بتشوفها في الرؤية، وبتلاقي خزنة وبتجرب الأرقام اللي شافتها في الرؤية، فبتفتح وبتلاقي عقد البيت ومفتاح فبتاخدهم وتمشي. وبتكلم ديلون تقوله على عنوان البيت وإنها هتقابله هناك. وبعدين بتكلمها إيلين الممرضة وبتقول لها إن سيلفيا مش في البيت، فبتقول لها إنها عارفة مكانها وهتروح لها، وبتوصلها وبتركبها العربية. وبيكون ديلون ونيك وصلوا للبيت وبيلاقوا ساعة إيزيك، وبتوصل لوسي وبتقول لسيلفيا تفضل في العربية. وبتدخل البيت وبتشوف الساعة وبيقول لها ديلون إنهم فتشوا كل المكان ومفيش حد، فبتكتشف باب مخفي وبتفتحه بالمفتاح اللي كان في الخزنة. وبتنزل سيلفيا من العربية وبتدخل الغابة، وبتلاقي لوسي في الأوضة كاميرا وألعاب للأطفال، فبيطلب منها ديلون تنادي للمحقق نيك. وبتكون سيلفيا لقت إيزيك وبتاخده وتروح عند البيت، فبتشوفهم لوسي وبتفرح وبتحضن إيزيك. وديلون بيسأل إيزيك عن اللي حصل، فبيقوله إن في حد جاله أوضته وقال له إنه لازم يروح معاه الغابة، وبيقول إنهم بعد كده سابوه، فبيسأله هم مين، فبيردد إيزيك كلام مش مفهوم. وبتقول لوسي إنه بيفتكر الكلام اللي بيقوله الناس وإن دي حاجة تشبه الذاكرة التصويرية. وبيسأله نيك عن مواصفات الراجل اللي أخده، فبيشاور على مكان في الأوضة لكن ما بيكونش فيه حد. وديلون بيشوف التسجيل أكتر من مرة لكن مش بيوصل لحاجة. وبتكون لوسي شغالة على قضية ولد مختفي اسمه إيدن ستينر، وبتروح لبيته وبتسأل أمه عن مكانه، فبتقول لها إنها ما تعرفش مكانه، وبتقول لها إنه على علاقة ببنت اسمها مايا توماس وبيتها في الدور اللي تحت. وبتشوف لوسي رؤية فيها حد بيتقتل، فبتحس إن ده إيدن ستينر. وبتكون بتعمل العشاء وبتكلم مايك وبيقول لها إنه عاوز يصلح العلاقة بينهم، ويقرب من إيزيك وبيقترح عليها يخرجوا مع بعض، فبتقول له إنها هتفكر. وبيخبط الباب فبتفتح وبيكون ديلون وبيديها الفلاشة اللي عليها التسجيل بتاع إيزيك. وبيكون الأكل بيتحرق فبتدخل بسرعة وبيدخل وراها ديلون وبيسألها عرفت منين إن في مكان في بيت هارلود وإزاي عرفت رقم الخزنة، فبتقوله إنها بتشوف الحاجات دي في رؤية، وإنها كمان شافت بنتين ميتين والمية بتسحبهم. فبيقول لها ان البنتين كويسين وانه اتكلم معاهم وانهم كانوا هيبقوا ضحايا الهارلود سليد. وبيجي إيزيك وبيسلم عليه ديلون وبتعزمه لوسي على العشاء، فبيقول لها ان عنده شغل وبيمشي. وبتقول له لوسي على قضية إيدن ستينر وانه مختفي وفي بنت تعرف طريقه اسمها مايا توماس، فبيقول لها انه هيحاول يسرع اجراءات القضية. وبيكون إيزيك بيجهز السفرة وبيشوف اهل ميريديث في البيت معاه وبعدين بيختفوا. وبيروح ديلون وبيشوف في الادلة اللي معاه صورة عليها اسم إيدن فبيخمن ان ده اللي لوسي كانت بتقوله عليه، وبيعرف انه عليه الدور وهيتقتل. فبيروح هو ونيك لبيت مايا وبيسألوها عليه، فبتقول لهم انها ما تعرفش وبتقفل الباب. وبيفضلوا مستنيين قدام بيتها، فبيلاقوا حد بيضربها وبياخدها ويطلع على البيت، فبيروح نيك وراهم وبيبلغ ديلون الشرطة. وبيهجم نيك عليه، فبتجري مايا وبيقبض عليه، لكن بيهجم على نيك واحد تاني وبيقدر يضربه، وبيجي واحد تالت وبيكون هيقتل نيك، لكن ديلون بيلحقوا على آخر لحظة وبيقدروا يقبضوا عليهم. وبتشوف لوسي رؤية فبتصحى وبتروح تطمن على إيزيك، وبيكون بيشوف كابوس فبتصحيه وبتحضنه علشان يطمن. وبيكون ديلون ونيك في التحقيق بسبب اللي حصل، وبيقول ديلون انهم كانوا رايحين علشان يتكلموا مع مايا لقوا حد بيضربها، فكان لازم يتدخلوا، وبيأكد نيك على كلامه وبيخلص التحقيق. وبتروح لوسي لمايا على امل انها تتكلم معاها وتقول لها مكان إيدن، وبتقول لها انه في خطر ولازم تعرف مكانه علشان تحذره. فبتقول لها انه في مكان اسمه سبيد كينجز، وده مكان قديم لعربيات السباق الصغيرة. وبيكون نيك مع مراته وبتقول له انها خايفة عليه وبتطلب منه يسيب شغله، فبيطمنها وبيقول لها انه كويس. وبتروح لوسي المايك وبتقول له يخلي إيزيك معاه ويقرب منه، فبيقول لها ما تقلقش، وبيطلب منها يحضر معاهم جلسات الدكتورة بيانت، فبتوافق. وبيكون ديلون بيدور في الأدلة وبيكتشف المكان اللي فيه إيدن ستينر، وبتوصل لوسي لإيدن وبيكون شغال مع عصابة في تجارة المخدرات، وبتقول له يرجع لوالدته، وبتعرض عليه فلوس مقابل انه يرجع، وبيسألها ليه بتعمل كده،
فبتقول له ان ده شغلها، فبيرفض وبيجي حد بعربية للمكان وبيشوف لوسي فبيمشي. وبتقول له انها انقذت حياته ويهرب من هنا بسرعة، وبتتصل بديلون علشان تقول له اللي حصل، لكن بيكون موبايله مقفول. وبيكون ديلون وصل للمكان لكن بيلاقي عربية القاتل، فبيبلغ عن رقم العربية وبيعرف ان رقمها مش متسجل، فبيروح وراها. وبيكلم نيك فبيقول له انه خطر انه يروح وراه، فبيقول له ما يقلقش. وبيلاقي العربية وقفت فجأة، فبينزل القاتل من العربية وبيهدده، وبيقول له انهم منعوه يوصل لإيدن وبكده هيموت شخص تاني. وبيوقع العمود علشان ما يعرفش يروح وراه وبيمشي ويسيبه. وبيقابل إيدن راجل من العصابة اللي شغال معاها وبيقول له انه عاوز يسيب الشغل، فبيطلب منه يقتل نيك لانه تسبب في حبس 3 من رجالتهم وبعدين يقدر يسيب الشغل. وبيكون نيك مع مراته وبتقول له يسيب الشغل، فبيقول لها انهم محتاجين فلوس ومش هيقدر يسيب الشغل. ومراته بتسمع صوت فبتقول له، بس بيقول لها ان مفيش حاجة وبيطمنها وبيناموا. وبنعرف بعدها ان نيك ومراته اتقتلوا. وبيكون القاتل حابس ولد اسمه كونر وبيقول له انه معملش حاجة وحشة وانه عاوز يمشي. فالقاتل بيقول له انه عارف انه معملش حاجة لكنه هيعمل في المستقبل وعلشان كده لازم يداريه. وبيعرف ديلون ان اللي قتل نيك ومراته هو إيدن ستينر، وبيروح علشان يفحص موقع الجريمة لكن مش بيقدر وبيكون زعلان على نيك. وبيكون إيزك عند سليفيا جدته وبيكون واقف عند الشباك، فبتسأله سليفيا على الطيور اللي على الشجر، فبيقول لها انه شايفها، فبتقول له انها مش حقيقية. وبيبص على كرسي فاضي فبتقول له ان ده اسمه روجر وانه مش شايفهم. وبتديله زرار جاكيت وبتقول له انه كده مش هيشوف الحاجات الخيالية دي تاني. وبتكون لوسي بتنقل لسليفيا من البيت اللي هي فيه وبيمشوا. وبتروح لوسي وإيزك لدكتورة بيانت ومايك بيكون معاهم، وبتلاقي إيزك مع الزرار اللي جدته ادتهوله، فبتحاول تاخده منه لكنه بيزعق وبيقول لها ترجعهوله، وبيكون متعصب فبتحضنه وبترجعهوله. وبيكونوا راجعين للبيت فبتلاقي ميريديث بتجري قدام العربية، فبتروح لديبي أمها وبتقول لها، فبتنادي على ميريديث وبتسألها فبتقول لها لأ. وبتستغرب إنها موجودة في البيت بالرغم من إنها كانت بتجري بعيد عن البيت دلوقتي، فبتعتذر لديبي وبتمشي. وبتوصل البيت وبتلاقي ديلون هناك وبيقابله إيزك وبيلاقيه حزين، فبيديله الزرار اللي معاه. وبتعتذر له لوسي عن موت نيك وبتقول له إنه ما كانش ينفع تقول له على إيدن وإنها السبب إن نيك يموت، فبيقول لها إن ملهاش ذنب وإنها كانت بتعمل شغلها. وبتحكي له عن الرؤية اللي شافت فيها إيدن ستينر بيتقتل وعلشان كده طلبت منه يعرف مكانه. وبيفهموا معنى كلام القاتل لديلون لما قال له إنهم بكده هيتسببوا في موت شخص تاني بدل إيدن. وبعدها بيديلها الزرار اللي أخده من إيزيك وبيمشي. وبتكون بتحلم إنها رايحة السجن زيارة لحد اسمه غيديون وبيكون ده القاتل، وبتصحى وبتبحث عن اسمه، فبيظهر لها قضية لطفل عنده 9 سنين قتل أبوه وهو نايم واختفى. فبتكلم ديلون تقول له، فبيسألها عرفت إزاي، فبتقول له إنها شافت رؤية عنه وإنها متأكدة من الكلام ده. وبتقول له إن أمه ماتت من 5 سنين في ستيرلينج وليه أخ اسمه مالكوم شغال جراح في شتلنهام. وبتقول له إنها هتروح له وبتطلب منه يروح معاها. وبيوصلوا لمالكوم وبيطلبوا منه يتكلموا شوية فبيوافق. وبيكون مفكر إن أخوه مات لكن ديلون بيقول له لأ. وبيسأله لسه على اتصال بأخوه ولا لأ، فبيقول لهم إنه ما شافهوش من وقت ما اختفى، لكن من فترة بدأ يتصل بيه وبيبعت له رسايل وبيراقبه. فبيسألوه عن آخر مرة كلمه، فبيقول لهم من أسبوعين في عيد ميلاده. وبيشغل الرسالة اللي بعتها له وبيقول له فيها إنه قتل أبوه علشان ينقذه. وبيطلب ديلون من مالكوم يبعت له التسجيل. وبيروح مايك ياخد إيزك من المدرسة وبتطلب لوسي من ديلون يبعت لها التسجيل، فبيقول لها إن ده دليل جنائي ما ينفعش يبعته لها. وبيشغله تاني فبتكتشف لوسي إن في صوت قطر في التسجيل. وبتقول لديلون إنه يقدر يعرف مكانه عن طريق إنه يشوف مواعيد القطر ويقارنها بالوقت اللي اتبعتت فيه الرسالة. وبتشوف رؤية بيكون ديلون مقتول فيها، فبتصحى وبتروح تنام مع إيزك. وبيحاول ديلون يقنع مديره في قسم التحقيقات بالقضية لكنه بيرفض. وبتوصل لوسي إيزك المدرسة وبيكلمها ديلون وبيقول لها إنه عرف مكانه هيروح له لوحده لأنه مديره رفض القضية، فبتقول له ما يروحش وبتفتكر الحلم، فبيقول لها إنه خلاص قرر وبيقفل المكالمة. وبيوصل ديلون للمكان وبيلاقي العربية بتاعة القاتل، فبيتأكد إن ده المكان. وبيلاقي صور إيزك عنده وبيشوف كونر اللي حبسه وبيخرجه وبيقول له يهرب، لكن غيدون بيضربه بالنار وبيموت. وبيحاول ديلون يضربه لكن غيدون بيكون قوي وبيضربه. وبيجي يهرب بالعربية لكن لوسي بتخبطه بعربيتها وبتبلغ الشرطة. وبتكون بتتعشى فبيتصل بيها ديلون وبيقول لها إن غيدون رافض يتكلم مع حد غيرها، فبتروح له. وبيقول لهم إنهم لو كانوا سابوه أخد إيدن ما كانش نيك هيموت. وبتسأله لوسي عن أخوه مالكوم وليه قتل أبوه، فبيقول لها إن أبوه هو اللي حاول يقتله الأول علشان كده قتله. فلوسي بتقول له إزاي، فبيقول لها إنه كان بيعامله وحش وبيعذبه كتير وكان
بيعامل أمه وحش، وبيقول لهم إنه عنده وهم سبق الرؤية، يعني بيقدر يشوف أحداث حقيقية في المستقبل قبل وقوعها. وبيقول لهم إنه شاف أبوه بيحاول يقتله هو وأخوه عن طريق إنه بينزل بالعربية من فوق تلة في البحر، وعلشان ينقذ أخوه كان لازم يقتله. فبيصحى في يوم وبياخد سكينة وبيضربه بيها وبعدين بيختفي. وبيقول لهم إنه في الأول ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل له، لكن بعد كده فهم إنه بيشوف الأحداث اللي هتحصل في المستقبل وبكده يقدر يغيرها. وبيقول للوسي إنها قابلته قبل كده لكن في حياة تانية، فبتقول له إنه كده بيعرف يغير الأشياء عن طريق معرفته باللي هيحصل في المستقبل. فبيقول لها وبيحكي لهم عن بنت صغيرة قابلته وبعدين لقى عربية عاملة حادثة وكل اللي فيها ماتوا ومن ضمنهم البنت اللي قابلها، لكن كان بيشوف ده في المستقبل فبيعطل العربية بتاعتهم قبل ما بيمشوا بيها وبكده يكون أنقذهم. وبيقول لهم إنه منع حدوث حرايق وحوادث وحالات قتل كتير. وبيسألوه عن هارلود سليد، فبيقول لهم إنه عرف إنه كان هيغتصب بنتين ويقتلهم ويرميهم في البحر لكنه قتله قبل ما يعمل كده. وبيكون ده الحلم اللي كانت بتشوفه لوسي لكن ما تحققش لأنه اتقتل. وبيسألوا ديلون عن جونا تايلور الطفل اللي خطفه، فبيقول لهم إنه شاف أهله بيقتلوه وبيدفنوه وعلشان كده قرر ياخده ويديه لحد يحافظ عليه ويحميه. وبيقول لهم إن البنت اللي أنقذها هي وعيلتها من الموت اكتشف إنها بتشوف أشخاص غريبة مش موجودين في الحقيقة، ولما وصلت لسن 19 قرر يقول لها وينقلها البيت خالي من الأشباح والأشخاص الخيالية. فبتقول له لوسي إنها برضه بتشوف أشخاص من حيوات تانية. وبيقول لهم إنه شاف إن إيدن ستينر قتل واحدة حامل بسبب ديون المخدرات اللي على صاحبتها وعلشان كده قرر يقتله، وده نفس الحلم اللي كانت بتشوفه لوسي لكن معرفش يقتله بسببهم، وإنه لولا كده كان زمان صديقه عايش. وبيسأله ديلون عن كونر اللي قتله، فبيقول له إنه كان هيغتصب 5 بنات. فبيقول له ديلون إنه كان بيعذبه، فبيقول له إنه كان بيعمل عليه تجربة بدل ما يقتله. وبيقول لهم إنه قتل شين لأنه شاف إنه هيكون مسجون معاه بسبب قتل مراته وبنته فقتله علشان ينقذهم. وبيسأل لوسي عن أسوأ حاجة مرت عليها، فبتفتكر إنها شافت والدتها منتحرة وهي صغيرة. وبيقول لها إنه منعها تعمل كده عن طريق إنه شال دبوس إطلاق النار من البندقية ووقع منه زرار من الجاكيت، وده الزرار اللي كان مع سليفيا. وبتيجي تمشي فبيقول لها إن الحياة اللي هي فيها دي مش حياتها الحقيقية. فبتسأله كانت متجوزة من مايك في حياتها الحقيقية، فبيقول لها لأ. فبتسأله عن إيزيك، فبيقول لها إنه ما كانش المفروض يبقى موجود في حياتها. وبيقول لها إن كل حياة بتعيشها عبارة عن حلقة وكل الحلقات دي متلامسة، وده بيفسر ليه بتشوف أشخاص خيالية من حيوات تانية زي ميريديث. وبيقول لها إنه ما كانش المفروض تعيش هي أو إيزيك في البيت اللي هي فيه. وبيقول لها إن إيزيك مختلف عنهم وإنه مش متصل بالحياة اللي هي فيها، وإنه يقدر يتكلم مع أشخاص من حيوات تانية ويلمسهم كمان، وإنه يقدر ينتقل من حياة لحياة تانية، وده لأنه المفروض ما يبقاش موجود. وبيكون مايك مع إيزيك وبيعامله وحش وبيقول له يطلع أوضته، فبياخد إيزيك موبايله وبيحط التيشيرت بتاعه على الدفاية وبيتصل بلوسي لكن موبايلها بيفصل. وبتقول لوسي لغيديون إنها مش مصدقاه وإن ابنها بيحبها وبتسيبه وتمشي. وبيطلع مايك يشوف إيزيك فبيلاقيه ولع في التيشيرت بتاعه قاعد، فبيقفل الباب وبيسيبه. وبتسمع لوسي الرسالة الصوتية اللي بعتها إيزيك وبيقول لها فيها ترجع للبيت لأنه محتاجها، وبيقول لها إنه بيحبها فبتفرح. وبيكونوا بينقلوا غيديون للسجن فبيقدر يفتح الكلبشات. وبتوصل لوسي للبيت فبتلاقيه بيولع، فبتسأل مايك على إيزيك فبيقول لها إنه رجع يشوف إيزيك ما لقاهوش. فبتدخل تدور عليه لكن مش بتلاقيه، وبيكون غيديون هرب من الشرطة. وبنعرف إن غيديون غير حياة لوسي، وده لأنه بيقدر يعيش المستقبل ويعرف أحداثه، ولما بيرجع للحاضر بيقدر يغير الأحداث دي. وبتكون في حياتها الجديدة شغالة محققة وبتكون في قضية حريق، وبتشوف ديبي اللي كانت جارتها في حياتها السابقة بتتعالج من الحروق، فبتحس إنها شافتها قبل كده لكن مش بتهتم. وبكده يكون مسلسلنا النهاردة خلص. ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتكتب لنا رأيك في الكومنتات. سلام.